نار 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 يا حبيبي نار. يقول لك اليوم ما في طرد المعلق الجزائري الكبير. عودوا الى الجزائر لا نريد شيئا. حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي مذيع بين سبور بعد 18 سنة 20 سنة في قطر يعني. طرد حفيظ الدراجي اخيرا من البين سبورت. طردوه حفيظ الدراجي، طردوه من بيان سبورت. يا عيني ده اتصدم. انتهت الحكاية. الحمد لله والله خبر جميل جدا. جميل جدا. غادر بوق الكبرانات بي سبورت بخروج مر من الباب الضيق. الإعلام القطري والخليج العربي غيرهم الكثير ساهموا في هذا الإنجاز، كلهم ساعدوا في هذا الإنجاز. حضري وانا حفوظه اليوم. وتم طرده من قناة بي ان سبور اللي كيدير فيها التعليق. حفوظه وينه؟ تاركا خلفه خرائط لا توجد الا في مخيلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونمشى حفيظ الدراجي تتعلق على المانشستر سيتي والمدريد. عشاق ومحبي الكرة الجزائرية. يبدو أن هذه المرة التسلل كان واضحا لدرجة لا يحتاج لتقنية الفار. قرار سليم، قرار لا ولا هدف الدقيقة. كانت غادي تخسر المدريد صدقوني. هذه بخاطر القواسة بلاتي نبخ عليهم. حذري الدراجي الطعراجي في مهب الريح. اخوة القواسة تيقوس عليها. زيدك واحدة أخرى أشتكر بنا. خامين إيه خوتي في علم الليلة ها كزورك. نعم يا عليك غضب من الله ولما خامين إيه جديدة دا إيران. استغفر الله. خلاص تعبنا يا ولد. المهم عين وذناي باينة. لعنك الله. عليك سحائب اللعنة. اليوم استمتعنا عصام الشوالي المعلق المحترم المعلق الحبيب. ولكن هذا الأسبوع بيني وبينكم واحد الراحة تامة. حفيظ الدراجي اللي يا جماعة عرفنا كرة القدم حرفيا، والعربية والإفريقية. أنت بتتكلم جد. على قنوات البي ان سبور في الشامبيونز ليغ كدور ما كتسمع لا بو لا والو. بلاد الشرفة جاتك من حيث لا تحتسب. في احد من اهل تونس مو محترم؟ والله كلهم محترمين. حبيتي ولا ما حبيتيش معلق نرفع له القبعة. احسن من الناس يروحون ياخذون الصابون حق المناخ. ولكن بيني وبينكم راه ولا دابا كيدير اللايف حتى هو ولا كيدير معنا فيديوهات. سبحان المبدل الاحوال. لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. والرجال تحترموا الرجال. الرند. قلبي مع ايران وجيبي ورزقي ومعيشتي مع قطر. سافل. عييت ما تهضر على المغاربه وديت تدعوي الشر، والله سبحانه وتعالى خلص في هذه العواشر. وهذا هو مصير اي واحد تيبقى حاضر المغرب والمغاربه. مباراة بين اعداء الصحابة واعداء الانبياء. انت شو حشرات؟ انتم واش شفتوا مالك البي سبور حافظ الدراجي يروحوا يخرجوه؟ ما كاينش منها اخوتي. امير قطر هو من تدخل السلطات العليا في قطر من اجل ايقاف حفيظ الدراجي وقالوا ليه خوي البلاد. كل دي اشاعات وكلام ما عندوش اثبات. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. قلتها لكم ونعاودها لكم. قطر كضربوا الطم كتسكتوا. اسكت ولا واحد تكلم ولا واحد تكلم. راه ما خلى توانسه، ما خلى سوريين، ما خلى اماراتيين، ما خلى عراقيين. غنشوفوا ان شاء الله حافظ الدراجي في كأس العالم في الشيكا بيكا يعلق على مباريات الخضر، على مباريات محاربي الصحراء. ان شاء الله بربي. ثم قال ماذا؟ حافظ الدراجي مالك البين سبور يهدر كما يبغي ويقول كي يبغي اي ما عندكش. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ كل مرة كنشاهدوا حفيظ الدراجي كيد عنده مشكل مع دولة ومع جمهور ديال دولة عربية معينة. حافظ الدراجي ما دام رانا في رمضان وكاع يلا جري باش يصوم عم اخوتي. قلبك عامر بالايمان. قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا. والامير ديال قطر والحكومة ديال قطر عجبهم الحال. اي عيط له في التليفون قالوا اي قالوا انا اللي غادي نعلق الريال مع السيتي نهار الاربعاء. حاجه يا جدع ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ قالوا له السي حافظ الدراجي، السي حافظ الدراجي راك مريح في بلادك راك مع امك ريح. قال لهم انا اللي غادي يجي وغادي نعلق. أنت بتتكلم جد. ما شفتوا منافري يخرج رئيس الشركه. نعم انها المخدرات.
ولكن اليوم حينما تعلق الامر بقطر عاد جبتوه وجبدتوا ليه الودينات وجريتوا عليه. سيداتي وسادتي، تنقدم لكم الفائز بافضل ملعب في العالم. افضل ملعب في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط لسنه 2025 ملعب مولاي عبد الله. افضل ملعب الملعب الامير مولاي عبد الله. احسن ملعب وملعب مولاي عبد الله ديال الرباط لسنه 2025. ماشي في المغرب، لا ماشي في الرباط، لا ماشي في افريقيا، لا الملعب ديال الامير مولاي عبد الله دخل في مسابقه عالميه اللي كدار كل سنه في العالم كله. حسب الاستفتاء اللي قام به موقع ستاديوم ديفي اللي مختص في الملاعب ومعروف عالميا، 7451 صوت صوتات في العالم كياخذ جائزة أحسن ملعب في العالم لسنة 2025. يعني العالم كومبلي اعترف بان عندنا احسن ملعب في العالم 2025 بتنقيط 14481 نقطة. سمعتيها مزيان؟ تبني احسن ملعب في العالم بحال هذا بهذه المقاييس وهذه المعايير وهذه الجودة هذه. شفتوا علاش حنا واعرين وبزاف يا ربي يحفظنا. ويتسالى في 2025 ونفس العام يدي احسن ملعب في العالم. ديديكاس موش كارنيسون مانديلا. خاصك تكون سميتك المغرب. وتركت اي توكا وتركت اي طلبه والعالم الاخر وولاد بون تبابين. ما يبقاش فيكم الحال، العام الجاي ان شاء الله تربحوا نتوما، على دوله عاوتاني نقولوا القجع هو اللي نجحنا، القجع